هنعمل حاجة أول مرة نعملها على القناة بتاعتنا. شفتوا حاجة بسيطة خالص وبالتليفون بس، لكن كل واحد في الغالب معاه تليفون في إيده. مساء الفل، ازيك من اللي منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الفيديو النهارده هنعمل حاجه اول مره نعملها على القناه بتاعتنا، وهي ان احنا نعمل اديت للصور بتاعتنا على الموبايل بس ببرنامج لايت رو النسخه المجانيه، بدل ما كنا بنستخدم كاميرا رو فلتر على برنامج ادوبي فوتوشوب. يلا بينا نشوف ازاي حولنا الصوره. الاول كانت كده وبقيت كده. هظهر لكم هنا شاشة الموبايل عشان تشوفوا هعمل ايه خطوة بخطوة، وهسيب لكم الصورة الخام على قناة التليجرام، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن عشان تطبقوا ورايا خطوة بخطوة. حملوا التطبيق ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجة نفتح برنامج اللايت روم، بعد كده نختار الصورة بتاعتنا اللي هي دي، ونبدأ بقى نعمل لها اديت مع بعض. هنشرح كده الحاجات بسرعة كده سريعا في البرنامج. اول حاجة بريسيت دي، لو عندك بريسيت جاهز عايز تحطه على، يعني انت عامل اديت قبل كده وحفظته كبريسيت وعايز تحطه على الصورة بتاعتك وخلاص. انا ما عنديش، فهنشتغل يدوي مع بعض هيبقى افضل. اول حاجة كروب دي، لو عايز تلف الصورة بتاعتك يعني روتيت كده 90 درجة. فليب هيعكسها لك، اليمين يبقى شمال والشمال يبقى يمين. فليب في هيبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق. ده باختصار كده الكروب. انا شايف الصورة بتاعتي مش عايز فيها كروب وتمام. ودي لو عايز، ودي لو عايز احركها يمين او شمال. طبعا هو هيبقى المقاس هو الجزء الابيض اللي باين. انا طبعا مش عايز دي. هروح على قائمة اديت وابدا نعمل اديت للصورة بتاعتنا مع بعض. هروح لاول حاجة على لايت، دي هتلاقي فيها الاكسبوجر، الكونتراست، الهايلايت، الشادو، الوايت، البلاك والكيرف. دي الحاجات اللي بتتحكم في اضاءة الصورة زي ما احنا عارفين، وبنعمل اديت مع بعض كل مرة. هم اللي على كاميرا رو فلتر، بس هم برنامج لايت روم على الموبايل. ممكن الاديت يختلف معاك على حسب الشاشة بتاعت الموبايل بتاعتك، الوانها دقيقة اكيوريت ولا لا. هنبدأ نعلي الاكسبوجر شوية بتاع الصورة، يعني شايفه كده حلو. ممكن اقلله كمان شوية، بس كتير كده حلو. كونتراست عليه شويه. هايلايت قللها شويه عشان السماء بدات تتنور زياده. الشادو فتحها حاجات بسيطه. الوايت اقللها عشان في لون ابيض كتير في الصوره. البلاك غمقه برضه سنه كده، حاسس شكلها بقي حلو. اروح على الكيرف بعد كده، احط نقطه في النص، وهنا هبدا انزل سنه في الهايلايت فوق، وهبدا ارفع سنه في الشادوهات تحت، وادوس دن. كده خلصنا اللايت بتاعنا. كلر التمبريتشر، هنا الصوره فيها اللون الازرق بتاعها عالي، فانا هديها شويه اصفر مش كتير، يعني حاجه بسيطه. 3 شايفها حلو او 2. اعلي الفايبرنس بتاعها شويه، خليه مثلا 20، والساتوريشن اخليه 10. شايفها كده حلوه. البلور دي للاسف خدمه لازم لها اشتراك، فمالناش دعوه بيها دلوقتي، سيبها دلوقتي على جنب. اروح على قائمه افكت. لحظه معلش، كلر انت واقف عليها، انا نسيت حاجه اقول لكم عليها فيه. هروح على جريدنج، دي هيديك الشادو والهايلايت والميد تون، تتحكم فيهم براحتك. انا الشادو ممكن اديها شويه سنه اصفر بسيط، تون سنه ازرق، والهايلايت سنه اصفر. الميد تون ده جه عشان هي ما اتحركتش اصلا، شايفها كده مناسبه حلوه. الشادو سنه اصفر صغيره خالص. تمام. هروح بعد كده على كلمه ميكس، هيجيب لك كل لون منفصل تتحكم فيه في الهيو والساتوريشن واللومينس بتاعه. انا هروح على الاحمر كده، حاول زوده شويه. هو الاحمر في الصوره اصلا مفيش، ضايع خالص، مفيش اصلا احمر في الصوره. الاورنج هعلي الساتوريشن بس بتاعه شويه، وعلى الجرين برضو علي الساتوريشن بتاعه شويه. اللون الازرق عليه سنه برضو، وادوس دن. كده اروح على افكت تكتشر، خليه 10، والشاريتي 10 برضو، والديهيز 10. خلي الثلاثه 10، تكتشر وشاريتي وديهيز 10. هروح على فيجنت، خليها -30 كده حلوه، عشان تدي الحروف اللي من بره يبقى لونها اسود، يبقى شكلها حلو، تدي لوك حلو للصوره بتاعتها. هنا ممكن اتحكم في الفيذر بتاعها، عليه بحيث يعني يبقى حاجات بسيطه خالص على اطراف الصوره بتاعتنا من بره. بس انا لا، اقللها شويه 50 او 50. شايفها مناسبه زي ما كانت، مش حابب العب فيها، شايفها كده مناسبه. دي خليها 0 زي ما هي كده. على الديتيل، وهنا خليها الشاربن ازوده بس، خليه 20 مناسب حلو مش وحش. هنا النويز ريدكشن خليها مثلا 50. فانا كده شايفها حلوه مناسبه حلوه للصوره. على فكره انا بعمل اديت معاكم، انا ما بعملهوش قبل كده، فانا بشوف الصوره عايزه ايه وبعمله. كلر نويز ممكن برضو عليه شوية، خليه برضو 50. بس كده انا شايف الصورة مناسبة وحلوة وبقيت احلى بكتير.
بس فكده يعني شبه خلصنا اللي احنا الايديت بتاعنا اللي عايزين نعمله. فيعني شفتوا حاجة بسيطة خالص وبالتليفون بس، بتليفونك من غير ما تتعب ولا لاب ولا غير. ممكن الأغلبية ما عندناش كمبيوتر في البيت، لكن كل واحد في الغالب معاه تليفون في ايد، فتعمل ايديت للصور بتاعتك بتليفونك بس. فادوس على 3 نقط اللي فوق وادوس سيف كوبي تو ديفايس واستناه يحفظ لي الصورة بتاعتي على الجاليري بتاعي او على الاستوديو بتاعي. هيطول شوية على حسب الايديت اللي انت عامله في صورتك، فسيبه كده. خلص فيو ان جاليري إيديت كده، تلاقي الصورة بتاعتك محفوظة عندك وجاهزة. هنا هتلاقي من تحت لما تطلع في الشاشة الرئيسية بتاعت البرنامج إيديت وجاليري. الجاليري دي الصور المخزنة عندك على الجهاز بتاعك كله. إيديت دي الحاجات اللي انت عامل لها إيديت الأخيرة. هو إيديت كده حافظها، أنا أعلمها كده عشان أحفظها على الجهاز بتاعي. وادوس شير وادوس سيف كوبي تو ديفايس واستنى لحد ما يعملها اكسبورت من البرنامج ويحفظها لي مع الصور بتاعتي اللي متخزنه على الجهاز. كده ادوس اوكي، اروح افتح الجاليري بتاعي هتلاقيهم موجودين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو، واشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.